هعمل لكم كبدة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة، ما فيهاش مكونات كتير، بس حاجة من الآخر. لو أول بتشوفوني أنا اسمي مرات، متنسوش تعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ وصفتنا. لنص كيلو من الكبدة هحتاج بصلتين حجمهم متوسط، هشوحهم على نار يعني تكون متوسطة. وانا بشوحهم هضيف لهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، بتفرق قوي في الطعم. لما البصل يبتدي يدبل شوية صغيرين هبتدي ان انا اضيف التوم، هحتاج لمعلقة كبيرة من التوم المفروم، ممكن تقلله لو مش حابين التوم بس بيفرق قوي في طعمها. هقلب كويس واسيب التوم والبصل يتبلوا شويه، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الكبده دي انا مقطعها قطع صغيره، وكمان قبل ما اقطعها يعني نقعتها في ميه شويه وغسلتها، بحس ان لما بنقعها في ميه وبغسلها الزفاره بتاعتها بتقل غير لما تستعملوها على طول. بعد ما اشوح الكبده والنار هنا عليتها شويه هبتدي ان انا اضيف البهارات على طول. بعد ما اشوحها ضفت معلقه كبيره من البابريكا المدخنه، وكمان ضفت جوز الطيب، مهمين قوي الاتنين بهار دول بيخلوا الطعم تحفة، خصوصا البابريكا المدخنة مش العادية. دلوقتي ضفت الملح قبل يعني في النهاية كده قبل ما تستوي بضيف الملح، وكمان ضفت شوية من القرفة صغيرين مع حبة كزبرة، وبكده الوصفة بقت جاهزة معانا. محتاجتش اضيف لها مية على فكرة، انا بعد ما بضيف البهارات بهدي النار وبقى يعني بغطيها بالغطا، وبعد كده هي بتكون اصلا بتستوي مع نفسها من غير ما تضيفوا لها اي مية. وكده وصفة النهاردة جاهزة، اتمنى تجربوها ومستنية تعليقاتكم.